السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. شهر رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. لو عندك ربع كيلو بانيه هاتيه وتعالي هقولك ازاي تضاعفي الكمية ويبقى معاكي كيلو بحاله. زي ما انتم شايفين كده الكمية ما شاء الله طالعة كبيرة وحلوة جدا، وكمان هيعجب ولادك. يعني بربع كيلو بانيه هتعملي الكمية دي كلها، هتغدي بيتك كله. هوريهولك كمان من جوه عامل ازاي. كده زي ما انتم شايفين زي البانيه، زي بانيه الشركات بالظبط، يعني زي البانيه اللي احنا بنشتريه من بره. وكمان طعمه حلو جدا، وكمان الطريقة كمان سهلة وجميلة. ومش هتحس بفرق يعني من طعمه من طعم البانيه اللي من غير اضافات. يلا بقى يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. هنمسك بقى كده ربع كيلو بانيه هنقطعه كده زي ما انتم شايفين. ما تقطعوش صغير خالص، يعني قطع، اي قطع عادية كده، لان هو لسه هيتفرم في الكبة تاني. كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انتوا عارفين يعني الفراخ غالية وكده، فبنحاول نوفر ونعمل حاجة برضو حلوة ونظيفة بدل ما نشتريها من بره. برضو هنيجي نشتريها من بره هنلاقيها غالية، بان الشركات دلوقتي غالي جدا بره. فنعمل حاجة في بيتنا وتعجب ولادنا وتبقى برضو على قد ايدينا. معانا هنا كوباية مكرونة، ومعايا بطاطس، ومعايا البان اللي انا قطعته. طبعا المكرونة دي انا سلقاها نص سلقة، والبطاطس برضو سلقاها نص سلقة. ممكن تحطيها نية زي ما انت عايزة، بس انا حبيت اسلقها نص سلقة كده. هفرمهم بقى كويس جدا في الخلاط. طبعا الاضافات دي اللي هتضاعف معانا الكمية. ومعايا كمان كيس فيجيتار حار او بارد، يعني زي ما تحبي. هضربهم كده زي ما انتم شايفين كويس جدا في الخلاط عشان يختلطوا ببعض. ومعايا كمان البهارات، معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح ومعلقة بهارات فراخ. البهارات دي بتبقى جاهزة كده، بتتباع في السوبر ماركت، بهارات فراخ علشان تدي طعم حلو للبانيه بتاعنا. كده بعد ما ضربتهم كويس جدا هتدهني ايديكي بقى شوية زيت وتبدأي تشكلي البانيه بتاعك علشان وانتي بتشكليه ما يلزقش في ايديكي. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي هبدأ اشكله معاكم. طبعا بتشكليه يعني بالشكل اللي يعجبك. لو عندك اشكال ممكن تعمليه قلب نجوم، ممكن تعمليه كده زي ما انا بعمله. يعني حسب راحتك التشكيلة، حسب راحتك انتي. كده حبايبي طبعا سهل جدا وسريع، وبجد بجد صدقوني هيعجب ولادكم جدا، وحاجة نضيفة وانتي عاملاها بايديكي. كده حبايب قلبي، لو وصلتي لغاية هنا وكنتي اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويسعدني بقى تعليقاتكم الحلوة. يا ريت اللي جرب برضو الوصفة يكتب لي في التعليقات. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كده حبايبي طبعا كل ما بتيجي تشكلي واحدة تانية بتدهني برضو ايديكي بالزيت علشان زي ما انا قلتلك ما تلزقش في ايديكي. بجد ريحته حلوة جدا وانا بشكله، يعني توابل الفراخ مع البهارات اللي احنا حاطينها بخليها ريحتها حلوة جدا. وكمان انا حطيت قرن فلفل اخضر وانا بضربهم في الكبة. نسيت اقول لكم معايا هنا بقى ده الكريسبي اللي بيجي من عند العطار، بس انتي بتحاولي بقى تنعميه شوية، ما تنعموش قوي يعني، بس بتنعميه شوية علشان ما يبقاش كده وانتي بتاكلي البتاع يبقى جامد عليكي. بتنعميه شوية. ومعايا هنا كمان حطيت شوية دقيق وكيس فيجيتار برضو. يعني حطينا ايه، حطينا كريسبي وحطينا شوية دقيق وحطينا كمان كيس فيجيتار. هنقلبهم كويس جدا. ده بقى الكفر اللي هنعمل بيه البانيه بتاعنا. كده حبايبي هعمل كمان هحط كيس بيكنج باودر كده زي ما انتم شايفين. معايا بقى شوية فلفل اسود، شوية بهارات فراخ، زي ما انتوا يعني بتتبلوا كده الحاجة علشان يبقى البانيه بتاعنا طعمه حلو. وحطيت كمان رشة ملح، بس ما تكتريش الملح قوي عشان ما يبقاش حادق، لان طبعا زي ما انتوا عارفين الفيجيتار بيبقى فيه ملح، فيدوب شعرة ملح صغيرة. معايا هنا بقى شوية لبن او كوباية لبن
احط عليهم بيضة، هربهم كويس جدا واحط رشة فلفل اسود عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي هربهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. طبعا المعلقة مش نفعت، جبت شوكة وكملت بيها. كده انا حطيتهم في طبق اكبر وجبت شوكة وعملتهم بيها لان المعلقة ما كانتش نافعة ان انا اقلب بيها. هحطهم بقى في الكريسبي. هحط البانيه في الكريسبي الاول بالفيجيتار بالدقيق، وبعد كده انزل بيه في اللبن والبيض، وبعدين احطه في الكريسبي تاني زي ما انتم شايفين كده. عايزه تحطيه مرتين، يعني عايزه تحطيه مره في الكريسبي وبعدين ترجعي تحطيه في اللبن وبعدين ترجعي تحطيه في الكريسبي وتحطيه في اللبن والكريسبي تاني، ماشي. عايزه تحطيه مره واحده زي ما انا عملته كده برضو براحتك. كل ما هتكرري ان انت تحطيه في الكريسبي واللبن كل ما الكفر هيبقى يعني اقوى وهيبقى زياده يعني. حابه الكفر ما يبقاش كبير، يعني ما يبقاش كتير قوي، يعني بتحطيه مره واحده كده. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، طبعا لازم نغلف كويس جدا. كل قطعه من من البانيه كده تبقى متغلفه كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده بغلفه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده حبايبي. طبعا انتوا عارفين الحاجات غالية، فعايزين نعمل اكلات اقتصادية وكمان حلوة تعجب ولادنا. خلص بقى الكمية كلها وارجع اوريها لكم. كده بعد ما خلصت هنبدأ بقى نحمرها. حطينا الزيت كده على النار، سبته يسخن وبعدين هديت النار للوسط وبدأت اقلي البانيه بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بربع كيلو بانيه عملت الكمية الكبيرة دي، وكمان شكله تحفة. ممكن تعملي جنبي بقى شوية رز بسمتي، ممكن تعملي شوية مكرونة، يعني على راحتك، وشوية سلطة جنبه بقى ومايونيز وكاتشب، ودلعي نفسك ودلعي الولاد بقى. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعي خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.